متابعيني شلونكم؟ إن شاء الله بكل بخير بعافية. اليوم راح أراويكم طريقة القيمة بالدجاج. كل مرة احنا نعرف القيمة باللحم، هالمرة سوينا القيمة بالدجاج. هنا عندنا الحمص وهنا عندنا الدجاج. صدر الدجاج جبناه وفلسناه، وهنا كان هم حار وظلنا نفلس بيه. طبعا هاي القيمة كلش طعمها طيب، ما حد مجربها، وإن شاء الله أنا نزلت هاي تفيدكم للثواب. الكل تفيده إن شاء الله. طبعا هاي هنا بصل قطعناه 5 كيلوات، وجبنا قيمة 12 قطعة من صدر الدجاج. وهنا الحمص، وهنا طبعا سلقنا الحمص المجروش، وهنا ظلنا نسلق العفو نحمس البصل ونضيف عليه ماي الدجاج، وظلنا نحمس بيه على ما كلش يذوب. طبعا هاي القيمة كلش طيبة. احنا معروفين نعرف القيمة هي تصير باللحم، بس هالمرة سويناه بالدجاج. هنا طبعا من بعد ما ضفنا البهارات وضفنا هنا المعجون. البهارات اللي ضفناهن اللومي والدارسين والكركم والهيل، طبعا الهيل ضروري، والقرنفل. وطبعا بعد ما ذاب البصل عندنا وخلينا هنا المعجون، ما استخدمنا الطماطة. هاي هنا جاي نذب اللومي البصرة. وطبعا هاي تفيد للثواب. شوفوا هنا نحمس ونضيف ماي الدجاج. هنا كله استخدمنا، حتى من ذوبنا البصل ضفنا عليه ماي الدجاج. هاي هنا نحمس ونذب اللومي. طبعا لا تستخدمون اللومي الأسود لأن يسوي اللون المرقة جوزي. نستخدمين اللومي الأبيض عند العطار. هنا طبعا ضفنا كركم، وهنا راح نرجع ننزل بالجدر الدجاج الفلسناه، وهنا راح نبدي بالحمس بيه. طبعا أهم شي بالقيمة يكون يعني لا واحد يتركها، يظل واحد خصيص واقف على الجدر بس يحمس بيها على مود لا تكض. طبعا قلت لكم القياس 12 صدر دجاج و10 كيلوات البصل. هنا ضفنا الفلفل، لا العفو ما ضفنا فلفل الأسود بس نسبة قليلة. هنا ضفنا القرنفل، وهسه هنا جاي نضيف عليها الحمص المجروش اللي هو المجروش صحيح لأن أنا هواية فلت. وهنا ضفنا عليها الحمص. هسه نبدي الطرق. طبعا طريقتهم أنا بالنسبة طريقتي أضيف عليها ماي، هم لا هسه يظلون يحمسون بالحميس، يظلون يذبون بس شوية من جك، يعني نص جكة من الماي الدجاج، ويظلون يحمسون. شوفوا هنا الطريقة، يحمسون ويظلون يذبون عليها. يذبون الكركم، طبعا هاي يعني معروفة. انت ما دام تحمسين تضيفين عليها البهارات. وهاي هنا عندنا ما ضافوا الماء عليها، خلصت الحمص. وهاي هنا صارت القيمة. بنات جربوها كلش طيبة، طبعا تفيدكم للثوابات. واللي